الجزائر تملك كل الامكانات، هذه منافسه قاريه ماهيش كاس عالميه، هذا اولا. ثانيا اليوم عندنا الطرقات وعندنا النقل وعندنا الفنادق وعندنا ملاعب بمقاييس عالميه، هذا لا يشكك فيه ولا احد ويعترف بها العدو. الحمد لله كما يقول لك دي ستاد انورم عالميا نقدروا نحتضنوا كاس اوروبا في الجزائر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله غالي كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير اموركم هانيه حبيبين عزالين ملي كانت كاع لاباس دايرين كلشي بخير امورنا لهنات تقطع عليا الهضره كي دايرين مع سيدنا رمضان نتمنىكم يا سيدي ربي تكونوا على خير وبخير نتوما وحنايا وجميع الامه الاسلاميه قادر يا كريم الله يقوينا ايمانا وجسديا ونفسيا ان شاء الله تعالى يا ربي. الغاليين ديالي نتوما كتشوفوا اكيد راني غبت شويه على انني كنباني عند الفيديوهات ديما كنحطوهم ولكن كنغيب شويه. علاش؟ لان بصراحه كنحاول ان هاد سيدنا رمضان اني نقص يعني راكم عارفين من ديك الهضره وسميتو راكم عارفين راه ديما ملي كتهضر لان فعلا الفيديوهات ديال هاد اللي كنشوفوا من عند هاد الناس الجيران فعلا ديال العار ديال السوء كيعصبونا وكيخليك انك توصل لواحد النيفو اللي تقدر تقول فيه شي كلمه تخص الهضره كتصدق مخسر يعني نهارك ديال صيامك اللي يعني كتقول الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويقوينا كما قلت لكم ايمانا وجسديا ونصدقوا مخسرين بالكلام على هاد التافهين هادو. بصراحه تافهين اقسم بالله هادو راه كثروا بزاف اخوتي العزيز. المهم الحباب ديالي غالي نتوما شفتوا راه حطيت لكم واحد الفيديو ولكن انا ما كنتش يعني دايره عليه التعليق. الفيديو ديال هذيك اللجنه الالمانيه اللي مشات الجزائر ودارت هذاك يعني دارت هذاك الباحث في الملاعب وفي كل شيء قلبت كل شيء شافت كل شيء. هذيك اللجنه اصلا راه كانت في المغرب يعني كانت في المغرب قبل يعني جات من المانيا مشات للمغرب قبل ما مشات للجزائر هادشي اللي دارت. ولكن هاد اللجنه هذه ما عجبتش الهوكيين كما العاده. علاش ما عجبتهمش؟ لان هادوك الناس يعني هذيك الشركه اللي تكلفات بهذيك المهمه انها تقلب كل شيء على ارض الواقع تقلب وتشوف فينا واش الحاجه اللي مزيانه واش الحاجه اللي ما مزياناش. المهم راه حطيت لكم الفيديو اللي اكيد شفتوا في التواصل الاجتماعي اللي هذوك الناس دخلوا المراحيض شافوا عزكم الله الكوابل شافوا البابوات شافوا الماء حتى في الروبينيات يعني حلوا الروبينيات شافوا الملاعب الكراسي تحت الكراسي شافوا الكراس اللي هو يعني الغازو عفوا الغازو ديال الملاعب يعني شافوا الباركات شافوا كل شيء شافوا البنيه التحتيه شافوا حتى الممرات شافوهم يعني شافوا كل شيء بالتدقيق. علاش؟ لان هذه ديك الشركه مكلفه باش تنجز ديك المهمه. علاش هذيك الشركه تدخلت انها تنجز ديك المهمه؟ لان هي يعني الكافياك هما اللي داروها هما اللي حطوها عفوا لان كانوا كيقولوا لا راه الا تعطى التنظيم هذاك ديال الشان راه الا تعطى المغرب هذا يعني ان المغرب عطى رشوه ان يد خافيه حيت القجاع ما القجاع دار القجاع فعل القجاع. المهم القجاع هو اللي بوعو. وكاخوتي العزاز نضوق يعني هضروا بلا ان من الاحسن ان ما تكونش كاع لا هذاك الكاف ولا انا كنت تعرفوا ما عنديش مع الرياضه. المهم ما تكون كاع حتى شي لجنه اللي عندها العلاقه نجيبوا شركه خاصه لا مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف لا تتعرف هادو ولا كتعرف هادو. جاوش هذيك الشركه هي مختصه اكيد راهم ما قصدوها حتى انها مختصه في هكذا في هاد العمليات هادو. خرجوا دابا الهوكيين وجالسين عرفتي كيكشكشوا ومقلقين وزعفانين لا المروك لا المخزن لا المروك لا المخزن اي حاجه. اقسم بالله لا راه والله العظيم انا علاش انا ما بقيتش كنحمل كاع نشوف الفيديو ديالهم لان فعلا كيطلعوا ليا الدم تيطلعوا ليا الغاز من تطلعوا ليا من البوط ديالي كيقولوا. كنقول فاطمه زهره بلا ما تعلقيش غتعلقي غتقلقي غتقولي شي كلمه يصدق النهار ديالك مشى هكاك هابا المنطورا ها غيلور راه نكوني غيله. داكشي علاش انا كنجتنب كاع انني نعلق اخوتي العزاز هذاك الشيء علاش. ولكن راه كاين بعض الاخترت بعض النقاط اللي اقسم بالله واخا ما عرفش شنو يوقع ضروري خصك تخرج تهضر ضروري خصك تهضر لان راه عيقوا وزادوا فيه بزاف كاع عيقوا وزادوا فيه. انا غنحط لكم الفيديو وشوفوا وحكموا بانفسكم اخوتي واش فعلا هاد الناس متساويين واش فعلا هاد الناس عندهم شي عقل في الراس اشنو واش هازين الراس اللي فيه المخ ولا راه قرعه ولا دلاحه خامجه هزينا فوق كتافهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا بعدا كنت اقسم بالله ما بقيت عرفت كيفاش غادي يعني نرد على هاد الهوكيين هادو. راه فعلا ما سميناهم جار السوق حتى فعلا جار السوق
راهم جار السوق ديال بصح، اقسم بالله. المهم الحمد لله الغاليين، غنخليكم مع هذا الفيديو اللي غادي نحط لكم وشوفوه. وما تنساوش دعمونا باللايك والبارطاج، واللي ما اشترك في القناه يشترك. الحباب ديالي الغاليين، اكون يعز ربي وانا نشاركنا القناه يشتركها، وانا تكرم البارطاج تدعم خاصه اللايك واللي غد يعني. المهم هادي تسلم، اكون يعز ربي، اكون نجح غير هذا الفيديو ان شاء الله. يلا حباب ديالي الغاليين. بلجنة الكاف التي جاءت لمعاينة الملاعب، ولكن بطريقة أثارت استهتار ونرفزت الكثيرون خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هي لجنة ألمانية يقولون بأن لها فرع في المغرب طبعا، وما يحدث طبعا من كولسة وخلبطة طبعا لاحتضان كان 2025. عادل السكري، أولا هي لجنة جاءت تعاين الملاعب الجزائرية، ولكن طريقة المعاينة خليني نقول لك كانت شوية فيها وعليها، وشكل غضب كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي. شوف، لما تكون عندك انت في الاتحاديه خليه الاعلام ما تكونش قويه وما تردش لكل المغالطات ولكل ما يكون هناك جدل، بطبيعه الحال تترك المجال للاشاعات. ليس فقط يعني الاشاعات هنا يعني على الوسط المحلي، وانما ايضا نشوف الطرف الاخر اللي راه نفسك ايضا هو في ملف اللي حط ملف ترشح لاحتضان الكان 2025. واعتقد على بالك على من راني نقصد يعني الطرف الجار، لان شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي ونتكلموا بطريقه كما يقول لك بسخريه، تكلموا يعني عن امور فيه مغالطات، ايضا انه هناك يعني نقائص كثيره. لكن لو كانت هناك خليه اتصال قويه، ويعني عندنا اتحاديه اللي كما يقول لك بالمرصاد لكل هذه المغالطات وكل هذه الاكاذيب، يعني ما تكونش صوره مشوهه بهذا القدر. لحد الان نتكلموا يعني من جانب يعني الواقع واش حدث. الاخبار اللي يعني مستقاة من الاتحاديه تقول انه اللجنه يعني راحت دارت المعاينه الملاعب اللي راهي يعني معنيه باحتضان الكان. ونقدر نقولوا يعني نقولوها صراحه، يعني الملاعب اللي توفر عليها الجزائر يعني توفر فيها كل المعايير اللي تسمح لها باحتضان تظاهره بحجم كأس افريقيا. كل ما يقال، انا حسب رايي، كل ما يقال ان فيه نقائص وفيه عده احترازات سجلتها هذه اللجنه تبقى مجرد كلام في ارض الواقع، ما كاش اللي عنده دليل انه صح هناك نقائص وهناك بلدان يعني افريقيه تحفظات مجهريه احتضنت كؤوس افريقيه لا تتوفر على هذه الملاعب ولا هذه المنشآت ولا هذه الهياكل ولا هذه الطرقات ولا هذه وسائل النقل وعلى الفنادق العالمية، ولكن احتضنت كؤوس إفريقية. عندما تعلق الأمر بالجزائر، طريقة معاينة الملعب، طريقة الدخول إلى المرش، طريقة الوقوف عند منصة الصحفيين أثارت استغراب الكثير والكثيرين، علما أن هذه لابوات يا عمر هي ألمانية لها فرع في بلد الجار، لانه اليوم راه يخلبطوا كواليس، وفي بلد الجار عندهم لما يقصوا ما يبث عبر القنوات الجزائريه وفي البلاطوات الجزائريه. وناكد للمره الالف، ان كانت هنالك لنا نقائص، اتحدث عن زملاء المهنه واتحدث عن المحللين، هذه الامور تبقى بيناتنا. لابد ان نعطي صوره جميله عن الجزائر وما تسخر بها الجزائر، ولكن على خليه الاعلام كما قال عبد السكري ان تلعب دورها اليوم، ان تتصدى بالمرصاد لما يحاكوا ضد الجزائر. مراد وردي. شوف، على كل حال والله غير بكل حياد انت بديت وقلت باللي دول افريقيه مجهريه. والله نقول لك من المفروض الافارقه كلهم يسمحوا لي بهذا الكلام، لازم يرفعوا القبعه لبلاد كيما هذه فيها كلش، بدون ما نتكلم على مازال ما لحقش المرافق الرياضيه، لان المرافق الرياضيه اليوم فيه كما يقول لك on nous a imposé des infrastructures modernes. ماهوش غير في الجزائر، في الدول كلها تغيرت لا ستركتور تاع لي ستاد تاع لي انفراستركتور اللي الاخر. انا نقول قبل الستاد البلاد كبلاد كبيره، on a tout ce qu'il faut pour organiser
منافسه مثل هذه. درك الكولاسه هذه لازم لها معايير اخرى، لازم كذلك نونطرينيو بزاف ونتعلموا بزاف كيفيه ترويج تسويق تحضير الوقوف، تصدي للاشاعات، من اللي يوقف. هذه الامور كلها لازم ناخذوها بعين الاعتبار، ولكن لان لا نتسرع وناخذ من قبل حكم مسبقا ناخذوا احكام. انا نظن باللي ماهوش فيه غير بلد اللي كنت تتكلم عليه، لان اذا نديروا المقارنه نقولوا بكل صراحه، هما بكل بكل مصداقيه يقدر يقول لك باللي الجزائر سي ان غران بي فيه اشياء اللي تخلينا في بعض الاحيان من المفروض نديباسيو كاع الناس. كاين اشياء احنا رانا نروحوا مولو، ولكن الاكيد هو ان الجزائر عندها امكانيات وعندها وسائل اللي تقدر تحتضن كأس افريقيا بدون لغه ديماغوجيه. الجزائر تملك كل الامكانات، هذه منافسه قاريه ماهيش كاس عالميه، هذا اولا. ثانيا اليوم عندنا الطرقات وعندنا النقل وعندنا الفنادق وعندنا ملاعب بمقاييس عالميه، هذا لا يشكك فيه ولا احد، ويعترف بها العدو قبل الصديق. لكن اليوم كما قال لك مراد، لابد ان تكون لك اطراف اليوم سواء في الاتحاديه او مسؤولي الكره يوجدون لغه التواصل، لغه التسويق، لغه الترويج، لغه الاستقبال، التواصل، كيف نبني العلاقات. هذه الامور للاسف تظهر من خلال صوره، تظهر من خلال الامور رانا بعد شويه عليها بكل صراحه. اي صحيح كابتن واش راك تتكلم. انا نظن اليوم الجزائر عندها امكانيات كبيره الحمد لله، باش تعرف بلي بلاد متقدمه. احنا مثل الجزائر هي تلعب دور كبير في مجال الطرقات. اول شيء nous avons des autoroutes est ouest centre ما شاء الله 1200 1500 2000 km, les tramways, les métros. On est un pays très avancé en ce moment. On est un pays très avancé. الجزائر عندها امكانيات كبيره. اليوم دخلت الجزائر بقوه يعني في كل المجالات الحمد لله، راهي غير تتطور يعني اليوم. وزيد على زياده على كل شيء شفنا اليوم منشآت جديده اللي تخلقت الحمد لله. اون كيما يقول لك دي ستاد انورم عالميا نقدروا نحتضنوا كاس اوروبا في الجزائر. ولكن الشيء اللي راه مؤسف يعني تجي لجنه وتحكم على يعني تحوس لك على تدخل السانيتير تبدا تقلب لي بهذه الطريقه. حاشا من يسمع على لي تواليت يقول لك في لي تواليت لا سا ديفيان غراف. انا واش النادي انا نقول اليوم المسؤولين الجزائريين في الاتحاديه ولا في الدوله لازم تحط يد في لاكاف. احنا لازم نتخاووا. المشكل وين راهو كابتن؟ رانا نروجوا الصور السيئه عبر التلفزيونات، رانا نروجوا الصوره السيئه عبر البلاطوهات، رانا نروجوا باش نسبه المشاهده تاعنا تطلع عند المتربصين اقول بهذا البلد، كي نبداو نشكروا فيهم وكي نبداو زعما نهضروا لما يلحق الامر للوطن. نعاود نذكرها، الولاء لله وللوطن. عندما يلحق الامر لبلادك ما كان لا احترافيه، ما كان لا موضوعيه ولا شيء من هذا القبيل. عندما يلحق الامر البلادي كل شيء يتوقف، الزمن يتوقف. هكذا عاد الزكري فيصل بن طلع والنقاش مفتوح باش نكون نقاش مفتوح. كابتن في واحد الكلام يا كابتن، شوف مثال انتم راكم في الصحافه كابتن، عندما تمشي للخليج ما كاينش بزاف جزائريين في الصحافه. ما كاش علاش ما كاش؟ علاش ما كاش كابتن؟ هنا السؤال المطروح. لازم احنا الدوله ما كاش مدربين ايضا بارك الله فيك، والدوله ما كاش مدربين كثر وما كاش اعلاميين كثر، باسكو حنا ما عندناش بيناتنا قوة التوحد والاتحاد. مشكلتنا اليوم خليني نقولها لك يا فيصل باش نجي لعاد السكري ويكون تدور في النقاش. مشكلتنا هي مشكلة نرجسية. أنا الإعلامي الأمثل والأحسن، أنا المدرب الأمثل والأحسن، أنا الأستاذ الأحسن والأمثل. هذه مشكلتنا، مشكلة نرجسية لا أقل وأكثر، مقارنة بالأشقاء التوانسة وبالمصريين وبالأردنيين في اتحاد في توحد. عاد السكري حتى نقعد الملف وروح المراد ورد. نفتح قوس برك كي تكلمت انت تعقيب برك قلت يعني يكون تجنيد حتى من الاسره الاعلاميه باش يخدموا كما يقول لك في مصلحه المنتخب ولا مصلحه الرياضه الجزائريه. نستدل برك يعني في الشان نقولها بكل صراحه. الان خلاص جازت الشان ونجحنا في التنظيم وقدمنا كما يقولوا درس للمشككين كما صارت في الالعاب المتوسطيه. ما نقولوش ما كاش نقائص،
كانت نقائص، أكيد. صارت نقائص وصارت انزلاقات، لكن من هذا المنبر نقول انه الاسره الاعلاميه يعني بكل يعني اطيافها تحفظت وما كشفتش يعني كل الامور اللي حدثت في الشهر، وهذا داخل كما راك تتكلم يعني المصلحه العامه، يعني حتى يعني الصحافه جندت من اجل خدمه الرياضه الجزائريه. مراد؟ ايه وحنا في بعض الاحيان ما نعرفوش وقتاش نسولفيو لي بروبليم دانتيري ناسيونال. نورمالمون نكونوا صراحه على كل حال. ايه الا كاين نقائص نعرفوا وين نقولوا كاين نقائص، ماشي غير هكذا برك. وشنو في قضيه تسمح لي برك قضيه تاع يتعاود الماتش في الماتش تاع الكاميرون هذيك، احنا صحافه وناس بزاف يعني دخلاء على الصحافه وين اتهمونا بالخيانه، قال لك هذه وصفوا الصحفيين بالجاليه الكاميرونيه وما على باليش، لكن مع مرور الوقت انصفنا باللي صح، باللي القانون واضح، كل شيء واضح، ما لازمش نبيعوا الوهم للجزائريين. ومع مرور الوقت الناس تقبلت باللي الحقيقه اللي المباراه خلاص انتهت، ما تكاليفيناش المونديال، خلاص لا في كونتيني، نطفيو الصفحه نخموا في المستقبل. الحديث ما نحملوا لي هذا الامر. نو يعني ما بين اسمح لي ما بين بيع الاوهام، انا اسمح لي عادل ما بين بيع الاوهام وما بين اننا ندافع عن قضيه همت بلادنا، قضيه تعرضنا فيها لمؤامره، قضيه تعرضنا. نقول لك التاريخ سيثبت بانه ما حدث بغض النظر على التوش وعلى اللاعبين لا كونسونطراسيون وبالعياده ما خرج من اورجو، تعرضنا لمؤامره والتاريخ سيكشف باننا تعرضنا لمؤامره دائريه. نبقى في هذا الموضوع، كيفيه تسويق مراد وردي، فيصل بن طلعه، عادل الزكري حول هذه المنشات، حول هذه الملاعب. في اليوم هذه الملاعب ما تستغلهاش الانديه الجزائريه، ماناش نمدوا الصوره التسويقيه عبر التلفزيون من خلال نقل المباريات. هذا ثاني اشكال اخر فيصل بن طلعه مراد وردي. تفضل. شوف الصومي اليوم، كي نهضر على الصومي ليكيب ناسيونال الانفراستركتور ليكيب ناسيونال لحقنا لواحد المستوى نقدر نقول مقبول، ولكن لا باز اليوم لي كلوب لي زاسوسياسيون تاعنا لي ماتش نتاعنا هادو كذلك يخليونا في بعض الاحيان نكونوا نيجاتيف بزاف، ولذا مازال ما لحقناش ان فوتبول فريمون كلير. مازال عندنا ايكيب ناسيونال، عندنا دي زانفراستركتور تاع ليكيب ناسيونال، ولكن مازال ما لحقناش نخدموا ان فوتبول برودكتيف. مازال ما فهمناش وعلاش رانا دايرين الفوتبال غير نهار الجمعه صفق وزقي، لا الفوتبول يفو كون نقطه مهمه مراد. نعم نقطه مهمه، ولذا في هذه الامور لازم نلحقوا لهذا المستوى. المهم الاحبابين الاعزاء، نقول الفيديو ديالنا وين غسل هذا هو الفيديو ديال اليوم. تتمنى ان يكون عجبكم، وكنتسنى التعاليق ديالكم ان شاء الله، وتهلاو في راسكم على الفيديو القادم ان شاء الله. هكون يعز ربي فطوركم شهي باذن الله. والسلام عليكم.